تعادل الاهلي مع بيراميدز نقدر نقول عليه جمله واحده بس، ان الدوري لسه فيه كلام، الدوري لسه فيه امل، الدوري لسه ما اتحسمش. يعني احنا عندنا بيراميدز جاب هدف فوز هيفرق 7 نقط، هوب في اللحظه الاخيره الاهلي بياخد قرار ان لسه الدنيا ما خلصتش ولسه فيها. رغم ان هقول لك على حاجه، اي حد اتفرج على الماتش زفت، الماتش سيء، الماتش من الاخر. انا مش هتكلم على لعيبه الاهلي، انا هتكلم على الفريقين مع بعض. الفريقين بصراحه عايزين لتر بنزين، لا لتر بنزين بقى غالي دلوقتي، عايزين سكينه تلمع، سكينه بارده، وكلهم يخلص عليه. حاجه في منتهى السوء. ده ايه ده؟ يعني ده اول وتاني دوري، ده اول وتاني دوري. يعني دول الفريقين المتصدرين في الدوري بيلعبوا بالطريقه دي. مفيش حد من الفريقين بيلعب 4 5 باصات على بعضيهم. هو باصه 2 3 واقطع، باصه 2 3 واقطع، باصه 2 3 واقطع. مش باص غير عادي على مدار الماتش كله. ده اللي هو انت بتلعب في حاره من الحواري، انت ما بتلعبش بتكتيك. مفيش اتعدم التكتيك بصراحه من الفريقين. مفيش، لا في هجمات صريحه حلوه ولا جمله تكتيكيه اتلعبت ولا اي حاجه خالص. بصراحه ماتش يعني تتمنى ان انت ما تتفرجش عليه، تتمنى ان انت ما تشوفش مستوى بهذا السوء وهذا ده. ما في مش لاقي لاعب اقول اسمه في الفريقين يعني صاحب بصمه على مدار الماتش، على مدار شوط. طيب بلاش ماتش، شوط. ناس بقى تغير ما تغيرش الدنيا الليله، سواء فراوده في الاهلي ولا فراوده في البيراميدز، مفيش حد ليه بصمته، لا دفاعيه ولا خط وسط ولا هجوم ولا اي حاجه. مش لاقي حد بصراحه ليه بصمه. قول لنا رايك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.